يكون صاحبك تكون قديم الصحبة له، الأخوة متوطدة بينكما، فيظهر منه شيء إليك فتمحو ما كان بينك وبينه من الأخوة، لا يظهر لك في عروض زلته لا صفح ولا غفران، ما كنت أخاه قط. وهذا كان ينصح الناس به. أنت أنت فارقت هذا وهجرته وصرمته لأنه أساء إليك، وصحبت هذا تظن أن هذا لن يسيء إليك، سيسيء فتصرمه أيضا، وهذا سيسيء فتقطعه، ستعيش واحدا، لأنك لن تجد الصاحب الذي لا يسيء أبدا. وذلك يقول الأول: سامح أخاك إذا خلط. الحريري يقول في مقامته في أحد المقامات: سامح أخاك إذا خلط منه النصيحة بالغلط، واقن الوفاء وإن أخل بما اشترطت وما اشترطت، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. ويقول آخر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. لا تجد، فعش واحدا. أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. نعم.